دي إيميلي، بنوتة عسولة عايشة حياة سعيدة مع أمها جوليا وأبوها ديفيد اللي شغال طبيب نفسي. وإيميلي كانت بتحب أمها جدا وعلى طول بيلعبوا مع بعض، وأكتر لعبة بيحبوا يلعبوها هي لعبة الاستغماية. وفي يوم بعد ما خلصوا لعب وأمها حكت لها حدوتة قبل النوم وبستها وسابتها تنام، دخلت جوليا تاخد دش. فصحي ديفيد الساعة 2 بالليل يشوف جوليا فين، لقاها انتحرت وسايحة في دمها في البانيو. وإيميلي لما شافت المنظر ده حصل لها صدمة عصبية جامدة جدا، خلتها ما تتكلمش إلا كلمات بسيطة جدا. وأبوها وداها المستشفى وخلاها تحت إشراف الدكتورة ماجي زميلته، بس ما حسش بأي تقدم. فعشان كده قرر إنه هياخدها ويسافروا في حتة بعيدة هادية وسط الخضرة وجنب البحر، يمكن ده يخليها تستيد عافيتها من تاني وترجع تبقى طبيعية من تاني. وديفيد كان بيحاول يبسط إيميلي بكل الطرق، بس ولا حياة لمن تنادي. لحد ما في يوم إيميلي خرجت من البيت بتجري ورا فراشة، ودخلت وراها كهف في وسط الغابة. ومن ساعتها وإيميلي ما بقتش طبيعية، وبقت بتتخيل بواحد اسمه تشارلي، وعلى طول بتبقى مبسوطة معاه وبيلعبوا مع بعض على طول لعبة الاستغماية. فابوها لما عرف الموضوع ده قال في عقل باله ده طبيعي لشخص في سنها وحيد ملوش اصحاب يخلق اصدقاء في خياله. وعشان ديفيد يخلي عندها اصدقاء حقيقيين اتعرف على واحدة اسمها اليزابيث جارتهم، عندها بنت اختها اسمها ايمي في سن ايميلي. فعزمهم في يوم على بيته عشان ايميلي تتعرف على ايمي. بس ايميلي عملت ايمي وحش جدا ومسكت عروستها بوظتها كمان، فعشان كده ايمي خرجت بسرعة من البيت. وساعتها ايميلي قالت لابوها انا مش عايزة اصدقاء تانيين، انا عندي تشارلي بالدنيا وما فيها. ومن ساعة ما تشارلي ده ما دخل البيت وديفيد ما شافش يوم عدل، وبقى يصحى من النوم يشوف العجب العجاب. يوم صحي من النوم لقى مكتوب في الحمام انك انت اللي قتلت جوليا. فسأل بنته وقال لها ليه تعملي كده يا حبيبتي؟ قالت له والله ما انا ده تشارلي. ومش بس كده، ده لما اليزابيث بدأت تزور ديفيد كتير وتشارلي حس ان في بينهم اعجاب متبادل، خلى ايميلي تعملها بشكل وحش جدا وتقول لها خافي على نفسك لحسن اي حد بيقرب من بابا بيبقى مصيره الموت، زي ماما اللي انتحرت من عمايله. ومش بس كده، ده خلى ديفيد يصحى في عز النوم ويدخل الحمام ويلاقي مكتوب جوه شوف نتيجة افعالك، ولقى القطة بتاعتهم سايحة في دمها في البانيو. ودخل على بنته قالت له والله ما انا ده تشارلي. ويا ريتها جت على قد كده، ده لقى صور كتير قوي كده. وايميلي قالت له دي صور شارلي وماما لانه بيحب ماما ومش بيطيقك، وبيقول لي كمان ان ماما كانت بتحبه وما كانتش بتحبك. فديفيد كان هيتجنن وفاض بيه الكيل وما بقاش عارف يعمل ايه مع ايميلي. فقام جاب لها ماجي يمكن تعرف تشوف حل معاها. وايميلي كانت بتحب ماجي فعلا. وساعتها ايميلي قالت لماجي على كل حاجة بقى، وان تشارلي بيعمل كل الحاجات دي عشان يجنن ابوها لانه ما بيحبش ابوها وكان بيحب جوليا امها. فماجي قالت لديفيد ما ينفعش نسكت على ايميلي اكتر من كده، انت لازم تخليها ترجع معايا المستشفى لان كده قواها العقلية مش سليمة ومفيش اي تحسن بيحصل من قعدتها هنا. فديفيد قال لها طيب اديني اسبوعين بس، لو حالتها ما اتحسنتش هعمل اللي انت عايزاه ده. وتاني يوم جت اليزابيث تتكلم مع ايميلي عشان تقول لها انها مش ناوية تاخد مكان امها وانها نفسها هي وايميلي يبقوا صحاب. قامت ايميلي قالت لها يبقى تلعبي معايا انا وتشارلي استغماية. روحي افتحي الدولاب ده هتلاقي تشارلي مستخبي جوه. راحت تفتح الدولاب فعلا ما صدقتش اللي شافته، وتشارلي جري وراها وزقها من الشباك. صحي ديفيد ومش فاهم ايه اللي حصل. طلع اوضة ايميلي لقاها بترسم حد بيقع من الشباك، ولقى الشباك بتاع اوضتها مكسور فعلا. ولسه بيسألها فيه ايه اللي حصل، لقى الباب بيخبط ولقى الضابط مايكل بيقول له تصور لقينا عربية اليزابيث عاملة حادثة على الطريق، وسألنا ايمي بنت اختها قالت دي هي كانت جاية عندكم. قام ديفيد قال له لا والله انا مشفتهاش. والضابط سأل ايميلي كمان قال لها ولا انت شفتيها؟ قالت له لا ولا انا شفتها. وبعد ما الضابط مشي طلع ديفيد يفهم ايه اللي حصل. لقى بنته بتعيط ودخل بص على الحمام لقى اليزابيث مقتولة ومرمية في البانيو. ما كانش مصدق اللي شايفه ده. في نفس الوقت ده ايميلي نزلت تكلم ماجي في التليفون وتقول لها الحقيني انا مش عايزة العب مع تشارلي تاني، وقفلت السكة. طلعت لقيت ابوها جاب كيس عشان يشيل فيه الجثة، بس ما لقاش حاجة.
ولقى ايميلي بتقول له ده تشارلي خدها ومشي. قال لها راح فين؟ قالت له تلاقيه مستخبي، ما هو بيحب يلعب استغماية. فطلع ديفيد يدور عليه، ما لقاش حد، ولقى جايو ستيفن بيسأله في ايه. فديفيد افتكره هو تشارلي وقام ضربه بالسكينة في ايده وهيب منه، دخل البيت وقفل على نفسه الباب وقال لإيميلي ما تخافيش يا حبيبتي، انا مشيت تشارلي خلاص مش هيجي هنا تاني. بعد كده بقى دخل الأوضة بتاعته المقفولة اللي كان بيشتغل فيها، وساعتها فهم كل حاجة وافتكر كل حاجة، وافتكر انه اكتشف خيانة مراته، عشان كده قام خنقها وهي نايمة، وبعد كده حطها في البانيو وقطع شرايينها على اساس انها تبان انتحار. وكمان هو اللي خلى بنته تخش الكهف وتفتكر ان هو تشارلي، وهو اللي خلص على إليزابيث كمان، واتاري ان هو اللي عمل ده كله، وانه بقى مريض نفسي وعنده انفصام في الشخصية نتيجة اكتشافه لخيانة مراته. وساعتها قال لإيميلي ما تخافيش يا حبيبتي، ابوكي مشي خلاص ومفضلش غير تشارلي. وبعد كده جه الظابط مايكل ودخل البيت وطلع اوضه ايميلي لقاها قاعده بتيسم. قال لها بتيسمي ايه يا حبيبتي؟ قالت له بيسمك وانت بتموت. وهوب قام النور قطع ولقى ايميلي اختفت. نزل ينور النور، واول ما النور يرجع لقى ديفيد في وشه وضربه وخلص عليه وقام منزله القبو تحت. وبعد كده قال لإيميلي يلا بقى يا حبيبتي عشان نكمل لعبتنا، انا هعد لحد 10 بس المرة دي لو مسكتك هخلص عليكي. وبعد كده جت ماجي وما لقيتش اي حد، بس لقيت باب القبو مفتوح. نزلت تبص لقيت ديفيد في وشها. هوب قام خبطها على دماغها وقعها تحت وقفل عليها الباب، وطلع عشان يخلص على ايميلي. بس ايميلي كانت اذكى منه وقدرت انها تهرب، وقامت راحت الكهف اللي بدأت من عنده كل الحكاية، وهو راح وراها. وساعتها قدرت ماجي تاخد المسدس بتاع الضابط وطلعت وراهم. ولما وصلت الكهف لقيت ديفيد بيقول لها ما تخافيش يا ماجي، انا اللي طلعت تعبان مش ايميلي. وهوب قام ضربها وكان عايز يخلص عليها كمان. لقى ايميلي بتقول له تشارلي سيبها ارجوك دي صاحبتي. قام قال لها انا كنت فاكر ان تشارلي هو صاحبك الوحيد. وقعد يقفل نور الكشاف ويفتحه وهو بيقرب عليها عشان يخلص عليها، لحد اما قرب يوصل لها خلاص لقى ماجي في وشه، وهوب قامت ضربته بالنار خلصت عليه. وبيخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو منساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتقول لي كومنت عشان اكمل، ولو ما عجبكش الفيديو منساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضه، بس تحبني في كومنت عشان ابطل.